اللي قاله الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، اللي حكى عن فلسطين وطبق عليها نحن العراقيين. من قال لهم انتم بلا شرف بعتوا القدس، بعدين وقفتوا ورا الباب تسمعون صرخاتها وتدعون الوطنيه وتنتفخون غضبا. ما كان جريت خنجرك وما خليت غريب يجي يحتل الفلوجه حتى نقدر نقول عليك رجل. الان يلي تسميه الفلوجه بؤره، لا، اتخسى وتهبى. كل مدن العراق وكل مجتمع من مجتمعات العراق القبليه او الاجتماعيه او المدينه او الريف كلهم شرفاء. ومو احنا نجي نحرر قاعنا حتى ننتقم من ناسها، لا، احنا نحرر قاعنا حتى نحفز ناسها ان لا يقعون بنفس الجرم اللي وقعوا به. المواطن مو من واجبه يحارب، نعم من واجب القوات الامنيه ان تحارب اي محتل او اي معتدي، لكن المواطن ايضا من واجبه ان تبقى عينه سهرانه. ولو باقي عيوننا سهرانين كان ما وقعنا بالوقعنا بالناطور الغافل. ولهذا الان هاي العمليه لتحرير الفلوجه هي مهمه وطنيه لمن يتصدى لها، تحديدا لجيشنا الباسل، جيش العراق امام اختبار الوطنيه، والمقاتلون والقاده امام اختبار الوطنيه.